قالت الرئاسة السورية مساء اليوم الثلاثاء أنه تم نقل لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري لمستشفى الشام بدمشق بعد تعرضها لحادث سير. ووفقا للمرصد السوري فإن المستشارة لونا الشبل حالتها حرجة، حيث تعاني من نزيف دماغي حاد جراء حادث السير. وفتحت السلطات السورية تحقيقا في الحادث. ولونا الشبل بالغة من العمر 48 عاما، إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وتشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية منذ أواخر 2020. وأفادت المعلومات الواردة من داخل المستشفى بأن حالة النزيف التي تعاني منها لونا الشبل شديدة للغاية، وأن هناك انتظارا لضوء أخضر لإعلان الوفاة. وذكر المكتب السياسي والإعلامي رئاسة الجمهورية أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تنقل المستشارة لونا الشبل، وخرجت عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة. نقلت على إسراء لأحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما يستدعي إدخال العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.